عارف ليه أغلبنا طول الوقت مضغوط عصبي مش طايق كلمة من حد؟ علشان إحنا بنحاول نسقي الناس من كوباية فاضية. استنى هقولك الحكاية. في كتاب الزهد بيحكوا لنا إن سيدنا أبو ذر الغفاري كان دايما بيحب يقعد لوحده وقت القيلولة علشان يفصل بقى عن دوشة البيت والناس والعيال وكل حاجة، ولما سألوه أنت ليه بتعمل كده قال لهم جملة عظيمة قوي: إنما نفسي مطيتي وإن لم أرفق بها لم تبلغني. يعني ببساطة نفسك دي هي العربية اللي أنت سايقها في مشوار حياتك، لو ما اهتمتش بيها وبصيانتها مش هتوصلك لأي حتة. علشان كده خد النصيحة دي وعيش بيها، نام كويس لأن نومك هو اللي بيظبط مودك ومزاجك طول اليوم. ثقف نفسك علشان طريقتك وأسلوبك تبقى شيك ومحترمة، واتحرك والعب رياضة علشان طاقتك ونشاطك ما يفصلوش منك، وقرب من ربنا بقراءة القرآن وبالذكر والصلاة، ودي فعلا المصدر اللي هتريح روحك بجد. الخلاصة لو عايز تهتم بغيرك لازم تهتم بنفسك الأول. الأواني الفاضية ما بتصبش مية. وقول لي بقى في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتعملها علشان تشحن بيها طاقتك وتفصل من دوشة اليوم. ولو عجبك المحتوى عايز تشوف فيديوهات اكتر تابعني.